إذاعة صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. فعاليات اليوم الختامي لمهرجان كاسل 2018 والذي أقيم بمدينة ستوكهولم السويد. اختتم مهرجان إريتريا كاسل بستوكهولم في 22 من يوليو 2018 بفعاليات اليوم الختامي التي تضمنت ندوة قدمها الأستاذ ياسين أحمد بعقاي تحت عنوان مبادرة الدكتور أحمد أبي وانعكاساتها المستقبلية على المنطقة. تلاه تكريم بعض الضيوف المشاركين، وتلتها ورشة عمل حيوية قسمت ل3 مجموعات، وأخيرا فقرة لوداع الشهيد جزائي كداني عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. تحدث فيها كل من الدكتور يوسف برهانو رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية ونائبه المناضل نقاش عثمان. ففي المحاضرة التي ألقاها الأستاذ ياسين شبه مهرجان كاسل بمدينة سويدية كانت معزولة سن فيها أحد الأحزاب السويدية مناسبة وطنية لتعج بالسكان فيما بعد وتصبح حجا سياسيا تشارك فيه جميع الأحزاب السياسية والمدنية. هذا وتم تكريم بعض ضيوف المهرجان تقديرا لأدوارهم. وتلا ذلك تقسيم ورشة عمل للحاضرين إلى 3 ورش عمل لتلخيص المحاضرات وكلمات التنظيمات التي ألقيت في اليومين السابقين من فعاليات المهرجان. وكانت الأسئلة التي طرحت على المجموعات هي مقترحات عملية لتوحيد العمل المشترك، رؤيتنا للسلام، مقترحات لأنشطة مشتركة مثل المهرجانات والمظاهرات والسمينارات. وخلصت نقاشات الورشة بتوصيات وإليكم أهم فقرات الملخص. الخروج بإعلان مشترك بمهرجان كاسل 2018 باللغتين العربية والتجرينية. الخروج بنداء واضح باللغتين العربية والتجرينية لتعجيل العمل الوحدوي بين التنظيمات السياسية والمدنية المعارضة. إقامة المهرجان القادم بصورة مشتركة بين جميع قوى المعارضة السياسية والمدنية. إصدار بيان مشترك باسم كل قوى المعارضة توضح موقفها الموحد في العملية السلمية الجارية بين أسمرة وأديس أبابا، يستصحب الترحيب بالسلام مع توضيح خطورته على السيادة الوطنية في ظل نظام فرد واحد يتصرف بالوطن والشعب وكأنها ملكه. ويؤكد على أن السلام الوطني وإرساء دعائم الديمقراطية أول شروط السلام للاستدامة في المنطقة حتى يتكافأ ميزان الحياة في البلدين، لأن السلام الجاري اليوم يأخذ في الحسبان مصلحة الطرف الإثيوبي فقط، وأن تدرك إثيوبيا أن مصلحتها عندما يكون هناك تكافؤ. ومخاطبة برلمانات وأحزاب الدول التي تتواجد فيها قوى المعارضة وتوضيح موقفها في العملية أو من العملية السلمية بين أديس أبابا وأسمرة. ومخاطبة الحكومة الإثيوبية بتقديم شكوى حول العملية السلمية. اختيار لجنة اتصالات موحدة للعمل المشترك. تعجيل طرح رؤية مشتركة لقوى المعارضة حول إمكانية توحيد المؤسسات السياسية والقانونية والإعلامية والأمنية والعسكرية. إعادة النظر في مظلة المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي للحفاظ على المظلة الوطنية الموجودة وتفعيل مؤسساتها. المرحلة التي نمر بها يجب أن يعي الجميع بأنها مرحلة لا يمكن فيها تمييز الإريتريين على أساس ليس هناك معارضين للنظام أو مؤيدين، إنما من يدافعون عن السيادة الوطنية ومن يبيعون الوطن وعلى الشعب أن يختار موقعه. الإعداد المشترك من قوى المعارضة للخروج بمظاهرات عارمة في جميع أنحاء العالم، والخروج بلجنة
تدرس العمل المشترك بين قوى المعارضة في المجالات الدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية. وعقب ذلك عقدت قيادات العمل السياسي اجتماعا مغلقا لمناقشة التوصيات. وتلا ذلك أن عقد رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور يوسف برهان ونائبه المناضل نجاش عثمان اجتماعا خاصا لقواعد جبهة الإنقاذ الوطنية الإريترية لتقييم أولي لفعاليات المهرجان. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطنية الإريترية، صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت من لا صوت لهم من المكبلين والمكممة أفواههم، من الأبطال القابعين في غياهب السجون في باطن الأرض وخارجها. صوت يعبر عن آهات ومعاناة المواطنين المحرومين من العدالة. صوت يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم في مستقبل مشرق. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. وعلى هامش مهرجان كاسل للعام 2018 والذي يقام بمدينة ستوكهولم بالسويد، التقت صوت إريتريا الديمقراطية مع المناضل محمد سعيد مفلس، عضو المجلس المركزي لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. مرحبا بك الأستاذ محمد سعيد مفلس. أهلا وسهلا بالأستاذ والمناضل محمود إدريس، الرجل الإعلامي الذي نعتز به. أشكرك الأستاذ محمد سعيد. كيف كان التحضير لمهرجان هذا العام؟ والله أنا في تقديري المهرجان أكثر مما توقعناه إيجابيا، وده طبعا يعود لأسباب كثيرة. أولا للتحضير الممتاز اللي جرى قبل المهرجان. ثانيا أيضا الحضور كان مشرف، من تنظيمات سياسية إلى منظمات مجتمع مدني. وأيضا الفترة اللي عقد فيها هذه المهرجان هي فترة حساسة بكل ما تعنيه من كلمة، نظرا للتحولات الموجودة. لم تجدوا أي عوائق من خلال انتقال المهرجان من كاسل إلى ستوكهولم؟ أبدا ما في أي عوائق. أنا في ملاحظاتي ما لقيت أي عوائق، ويمكن أفضل مهرجان لأنه المشاركة مش مشاركة العضوية وبس، المشاركة من خارج التنظيم بالنسبة للتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني يعني أفضل من يمكن من المهرجانات المرة. طيب الأستاذ محمد سعيد مفلس، باعتبارك من الحضور المبكر لمهرجان هذا العام، كيف تقيم نوعيا المواد التي قدمت سواء كان ندوات أو كلمات التنظيمات؟ أنا حقيقة بعتبر أولا المواد كانت مواد جيدة جدا وتتطابق مع المرحلة الحالية. ثانيا أيضا مش المواد وبس، مقدم المواد ناس لهم خبرة سياسية وحنكة، ويمكن ما قدموه في هذه المرحلة هو يتناسب مع الوضع اللي نحن نعيشه الآن. من خلال الندوات التي طرحت اليوم، هل من قاسم يجمعها؟ نعم، القاسم المشترك في هذه الندوات هو أنه هذا السلام الجاري الآن هو تقريبا ما بالأسلوب اللي المفروض الناس تمشي به، وده نظرا لأنه أنت إذا عايز تعمل سلام بالطبع يكون عندك سلام في داخل بلدك. وهذه المسألة كل المتداخلين بدون استثناء أكدوا في هذه المسألة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد سعيد مفلس باسم إذاعة صوت إريتريا الديمقراطية. شكرا لصوت إريتريا الديمقراطية، وشكرا للمناضل الأستاذ محمود إدريس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كاسل رقم 33، وكما سبقنا وقلنا مقام هذه المرة
بمدينة ستوكهولم، ونستضيف الآن شاكرين إياها باستعداد أنه ستقدم لنا انطباعها، مناضلة غنية عن التعريف. لما نقول غنية وكان كل صدق وقع عليها كذلك الاقتراح أنه نعمل معها الاستطلاع ده، لأنه لم تكن تغيب عن أي من فعاليات المهرجانات من بدايتها وحتى يومنا هذا. فعلى هذا الأساس هذا الحضور المميز كانت عليها الأنظار كبيرة جدا ورأيها مهم جدا في الاستطلاع. وباختصار شديد أنا أتكلم عن المناضلة والمربية والمعلمة جوهرة وجواهر، ونسميها جوهرة النضال، وحأعطيها الكلمة وتعرف نفسها وفيما بعد تعطينا انطباعها عن هذا المهرجان. أخت جواهر، سعيدين بلقائك مجددا، وباسم صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطنية الإريترية، أحييك مجددا ولك الكلمة. عرف نفسك للجمهور. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا أخي منادل ابني، كما تكون ممكن. اللقاء هذا التقديم والتقدير مستحق ولا لا الله أعلم، بس شكرا جزيلا، هذا من ذوقك وخبرتك معي في النضال. فعلا زي ما قلت أنت، أنا مؤسسة المهرجان من قبله وبعده كمان، خاصة بالمهرجان هذه تربطني الفرقة الفنية الكبيرة اللي كانت في المهرجان السابق. هي أسست في بيتي، وكانت عندي كمان بنت نور الهدى اللي هي كانت تقلد إبراهيم حسين محمد علي ويمان باريا. كانت مرة محبوبة في أشياء كثيرة تربطنا بالفستيفال هذا. فعلا هو التنظيم والأشياء زي كده، والأجيال اللي ربيناها الآن استوت أبهات وأمهات ودارسين وكل حاجة. يعني الفضل يرجع للتنظيم، وعنه نحن ربينا عيالنا، نحن استفدنا من التنظيم على أساس كانوا أولادنا اشتراكاتهم كبيرة في الفعاليات كثيرة في المهرجان هذا أو في التنظيم. فعشان كده نحن كان يعني شيء جميل، عشان عرفنا نحن أطفال إريتريين نربي بعقيدتهم وبكل أشيائهم، نحن مستفيدين كمان كثير. فالمهرجانات اللي فاتت يعني نحن ممكن زمان اللي كانت مهرجاناتنا هي ما مهرجانات طبيعية. مهرجانات زمان المجلس الوطني خرج منه وأشياء كثيرة، والحضور كان كبير جدا، يعني ب3000 4000 شخص كانوا يجوا من عالم بدون أي مبالغة، من أستراليا أمريكا من كل عالم. لكن بعدين الأيامات الأخيرة بعد استقلال إريتريا بدأت تخف الأعداد، بس نحن كنا مستمرين، وكل مرة كان السنة أفضل من السنة. بس السنة هذه نحن أول مش في مدينة كاسل، نحن في ستوكهولم، زي ما شعارات المهرجان هو كاسل ستوكهولم 33 سنة. يعني أنا عجزت معه 33 سنة المهرجان ده. فيعني فعالياته كويسة كتير ومميز. ناس كتيرة كمان علقت عنه على أساس هذا في الوضع الحالي بعقد المهرجان هذا. يعني مش مهرجان في أي وقت، كل الأساتذة والكوادر والمشاركين لما يقولوا يعني في وقته وفي زمنه المهرجان هذا. يعني وضعنا يعني فاجأتنا فيه اثيوبيا ايوه فاجأتنا فيه اثيوبيا وإساياس ووضع المعارضة والمنطقة وكل حاجة. يعني نحن قدرنا نجمع الشمل والتنازيم. يعني الحضور كان مميز. كوادر
كوادر ايش يقولوا قيادة التنازيم والمنظمات الجماهيرية، ويعني كل المكونات السياسي بدون مبالغة. فهذا كان كل البيت كان فعالياته كثيرة، والناس فرحان مبسوط بها على أساس الوحدة الوطنية. هذه هي كانت الكلام اللي هم دلوقتي محاضرين كلهم كانوا يتكلموا عن السلام. نعم، أيوة، السلام والوحدة. فمهرجان هذا كان يقول السلام الداخلي من أول الذاتي، وبعدين كمان في كل تنظيم في تنظيمه، وبعدين مع التنازيم هي بعدها على بعد لازم توحد صفوفها وتمشي للأمام. فعشان كده كان بالنسبة لنا كجبهة الإنقاذ يعني هذا هدفنا اللي نحن كنا نسعى فيه ولا زال. يعني أجا وقته أقول لرب ما، وتقريبا كده حتى التنازيم اللي هي ما كانت تقرب لنا، اللي ما كانت تجينا، اللي ما كانت تتفاعل معنا أو تنسق معنا أي عمل نضالي. أيوة، عمل نضالي هي السنة هذه. أيوة، والحضور الكبير، الأطفال والشباب. مع أنه نحن أمس لما بدأنا كان عندنا برنامج الشباب شبيبة. نعم، فكل الأبهات جابوا عيالهم بناتهم وأولادهم، يعني لأول مرة شايفين كده أب يجي بثلاثة أطفال بأربعة أطفال معه. فالشباب كان كمان مندمج، والبرنامج بنتنا سمهر كانت قيمة جدا. البنت ناشطة كثير وحبت التنظيم والشغل المشترك، وتوعد هي كمان تشتغل مع كل التنازيم. وكمان نبهت الشباب يعني ما يحتقر دور الكبير والنادى السنين واللي جاب الاستقلال الإريتري البلد. فالآن كمان نحن لو ما اشتغلنا معه، لو ما أخذنا السلطة أو العمل السياسي من التنازيم، نحن كده لو نحن بدون العنصر ده ولا هم بدوننا ما حيكونوا فعالين. فدورها كان كويس. وأنا كمان أشوف لأول مرة نساء كوادر، يعني مش نساء عاديات، يعني عاديات بعشا قعس وعشا ياسين وزهرة وسعاد وكتار يعني كوادر كبيرة بصراحة. بدراستهم بتميزهم في النضال، يعني دورهم كان ومن اسمه لا هذيك اللي جاء حرب الماز هذه الناشطة السياسية موجودة كمان. أيوة، هي معوقة كل مرة في مهرجاتنا تحضر، يعني كل مرة. وهي كانت في الجبهة الشعبية، والآن مع المعارضة هي صلتها كويسة. وبلاينيش كان دورها كتير جميل. وحتى كمان الأجانب كريستينا اللي معروفة بالجبهة، يعني الحضور السويدي كمان. الحضور السويدي كمان كان له أساس. نعم. يعني أنا أشوف يعني اللغة والخبرة وكل حاجة كان يعني مميز من المهرجانات الأخرى. أقول أنا ده طبعا كان هو سبب اختيارنا ليك، لأنه كان حتى تقييمك كان هيكون تقييم كثير. وفعلا ذكرت برضو أشياء إنك ما كنا بصراحة حنلقاها من مستضيف لو استضفنا شخص آخر. بعدين نحن كنا نص النساء
نعم المرة هذه صح. أيوة. المرة هذه مش يعني 3 ولا 4 ولا 5 ولا كده، يعني نص العدد. نص العدد، يعني نحن نص القاعة. يعني لما نضربها نحن كنا ايش؟ نعم. الثلث يعني. صحيح. ايش يقولوا؟ الثلث. ايوه الثلث صحيح. المهم المنار جوهرة وحكينا معك الحكي ما يخلص، دائما حكيك بصراحة جميل وممتع وجذاب، ولكن دائما الوقت هو طبعا اللي يزاحمنا، ودائما هو شكرا. انت تعرف ما احب الكلام ولا السلطان. صحيح. اللي هم كده، لكن اليوم هذا كان مميز بالنسبه، عشان كده تكلمت كلام برضه مميز يعني شويه حاولت. شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقيكم مناسبة ثانية. نجدد شكرا لك ان شاء الله ونحن حنستمر. اعزائي شكرا لاستماعكم، وشكرا ونشكرها مجددا للمناضلة جوهرة، ولنا لقاء اخر. السلام عليكم. أنا من صوت إريتريا الديمقراطية، يا ريت لو تعرفنا بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد بلوعة، مسؤول العلاقات الخارجية في تنظيم العفر الجديد اللي كان عملنا وحدة في قبل كم أسبوعين 3. هو تنظيم المؤتمر الوطني لعفر إريتريا. وإيش انطباعاتك عن المهرجان اليوم؟ مهرجان جميل جدا، وكانت فرصة طيبة، التقينا بأخوة لنا وتنظيمات كثيرة إريترية، وأتمنى أن يكون هذا بداية خير والناس تكون مع بعض وتعمل مع بعض، وفي أعمال كبيرة معلقة عليه أن الناس تلتقي ويطلع بنتائج حوارية وأكثر عمل منظم مع بعض. ما هي أهمياتها بالنسبة لك؟ أهمية هي أكثر أهمية هي بالنسبة لي هي النتوركينج، الناس تلتقي ويكون عندها الحوارات الجانبية، وإن شاء الله هو نتمنى أن ينتج عنها تقارب في وجهات النظر المعارضة، ويكون في عمل مشترك أكثر فعالا على قدر التحديات اللي نواجهها كمعارضة. لك جزيل الشكر. شكرا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. أنا من راديو صوت إريتريا الديمقراطية، فحبيت أسألك بحضورك للمهرجان، مهرجان 2018 لمهرجان كاس في ستوكهولم، فيا ريت لو تعرفني بنفسك. شكرا الأخ عبد العزيز، وشكرا لإذاعة صوت إريتريا. عبد الرحيم حاج علي، مقيم في السويد، وسعيد جدا بانتقال المهرجان كاسل إلى ستوكهولم، وأتمنى أنه ما نكون خزنا ناس كاسل عشان تاني ما يرجعوا كاسل. يمكن التجربة بتاع ستوكهولم تخليهم ينتقلوا لمدن تانية إن شاء الله. بالنسبة للمشاركة بتاعتي، طبعا أنا عضو في شبكة السلام في القرن الإفريقي، وطبعا العمل المشترك مع جبهة الإنقاذ بشكل عام. عندنا مؤسس تقريبا، يعني التقينا قبل كده مع دكتور يوسف برهانة لما كان في زيارته الأخيرة، واتفقنا في عمل مشترك يعني نعمل مع بعض، وطرح لنا السؤال، ونحن على دائما بكل سعادة نحب نشارك في كل مع أنه ما بنمثل إريتريا فقط كمؤسسة أو كمنظمة، طبعا فيها كل القرن الإفريقي، الصومال، إريتريا، جيبوتي، أثيوبيا والسودان، لكن يعني ما بنقيف من عمل بلد معين، لأنه يعني ما بيمثل. مشاركاتنا موجودة بشكل دائما حسب رغبة الداعي. تسلم. فإيش انطباعك اليوم يعني للأعمال اللي حصلت اليوم، يعني باختصار كده؟ عمل جميل جدا. يعني اليوم أنا أعتقد كان في جودة، وكان في نوعية رائعة من المحاضرات. أتمنى وأعتقد أنها موثقة، طرحت القضايا بزوايا مختلفة،
مرات كده تطلع بيك وبعدين واحد تاني يجي ينزلك والتاني يطلع بيك. لكن الخلاصة بتاع انه انا اعتقد اليوم كان في نقاش بمستوى راقي جدا او طرح بمستوى راقي جدا مع كل ظروف السخانة الموجودة، لكن التفاعل كان جيد جدا. اتمنى دائما مهرجانات زي دي، يعني يوم السمينار تقيل هو دائما يعني لانه فيه قاعدة، لكن اليوم انا اعتقد يعني تجاوزنا، يعني قضينا يوم جميل. الناس صبرت يوم جميل جدا يعني. كل التايتلز اللي كان في الندوات اللي قدمت كانت يعني كل ندوة كان في عندها إضافة بتاعتها. يا ريتك لو تضيف فيها ندوة أمس كمان، أنت كنت حاضر. يعني طبعا امبارح كان هو يوم الشباب، وعبد العزيز وسمهر كان عندهم طرحهم من وجهة نظرهم والنشاطات الموجودة اللي تخص بالشباب. عبد العزيز طرح مسألة يونايتد فور إريتريا، الاكشن الموجود وقدر شنو عدد اعضاء وكده، وده تحرك جميل جدا يعني. حتى الشباب دايرين كمان نافيجيتر مرات، يعني كثير منهم عندهم الاستعداد لكن لجهلهم كيفيه تنشيط نفسهم. اعتقد يعني عبد العزيز وضح مسائل كثيره امبارح. سمهر بنفس الوقت كشابه صغيره ما بعرف السن، لكن يعني كان عندها حيويه في طرحها، كان عندها كأنه بتحس يعني فيها طاقة جبارة يعني وعندها فهم جميل جدا للموروث بتاع المناضلين. يعني بخلاف كثير من الشباب يعني اللي عندهم وجهة نظر دي العمل شنو ما كفاية وبتاع، لكن احترمت طرحها، احترمت كلامها لما كملته باحترام للمناضلين. والتوارث لازم يكون مستمر، لأنه الناس دي مهما كانت ناضلت من أجل الحرية وورثت وطن بغض النظر عن كيفية الوطن، فبالتالي يجب احترامهم. لكن لازم يسلموا الراية، ولازم يكون موجودين ناس يستلموا الراية. أشكرك شكرا جزيلا.
سلام من هدرنا سلام من أفريقيا سلام لكل عدد عدي لين علي تطلقكي طلقنا تراه وغيره وراه بحضر خينادك أخي تسرع من معبال أخي لنا لنا أبد أخي مدمر قنقوة مدمر قدر غير أبو هدر مدمر قدر غير أبو هدر خلني غير أبو جنب حكي Thank you.
سامد مر أول بعلي هذا الخير ما وين ما تسقط لي هذا الخير ما نبغى ما تسقط لي معك تريدو قوامنا نبغى قوامنا مسير قاعدتي نتدونا وي مستحنا تزين نتدونا مستحنا تزين أي المليين أشعو متزين المليين تشعو تزين بعدوي وارجع عندها لو رشوات وفري ادرس سواتنا ذكرنا كلنا ادرس سمعتنا الله خلو جنا غول بركه الله خلو جنا غول بركه الله خلو جنا ناي ساحلنا الله خلو جنا ناي دنكله الله خلو جنا ناي كبسا ورجع عدهلو هجر تبقيسو حواوسا ورجع عدهلو هجر تبقيسو حواوسا الله خلو جنا خير أمورين وين مرة زبالكم تراي كابتو قورو برسكم زي تمرامرو ورهم تراي كابتو قبرو برسهم زي تمرامرو أبزا هاجر حدرين أبزا هاجر ناي سماتي يهم كتكبرو عيني دلي زرق برامرا عيني دلي زرق برامرا تسوق البحر جبالو عيني دلي زرق برامرا تسوق برامرا أتوم ريتا تاجي أتوم ويلي أتوم استوعلونا تامن سينا نبي يوم زغوتنا نبي يوم زغوتنا نقرت وديا بدونا خلنا نقرت وديا حزبي بدونا خلنا حدا نقبر حجون حبيرنا حدا نقبر حجون حبيرنا هزياتهم ميتا هزياتهم وزياتهم تلامات يومي تازياتهم تلامات يوم تلامات يوم
السلام عليكم. عليك السلام. إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي بكم إلى ختام بثنا لهذا اليوم. دمتم في أمان الله. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية.